السلام عليكم، معكم سكينة في بودكاست بين السكون والكلام. حيث بين السكون والكلام كنحاولوا نقربوا اكثر نفسنا. شكرا على التفاعل ديالكم مع الفيديو السابق. اول فيديو كنشكركم بزاف. شكرا للاصدقاء ديالي والعائله ديالي وحتى الناس اللي ما كنعرفش على التشجيع. وبناء على التشجيع اللي لقيت الحمد لله قررت نعاود ندير هاد الفيديو هذه وفاء الوعد اللي قلت ديال غتكون ان شاء الله سلسله ديال المواضيع اللي غتنفعنا كاملين. الموضوع ديال اليوم مهم بزاف وحقيقه كيأثر على حياتنا كامله، سواء بطريقه مباشره او لا غير مباشره، بعض المرات غير من خلال تصرفاتنا وردود الافعال ديالنا، بعض المرات كتكون بلا وعي. الموضوع هو تقبل الذات. تقبل الذات هو ببساطه انك تقبل راسك كما هي، بجوانبها الزوينه وحتى بالجوانب اللي ما عجبكش في راسك. هو انك تشوف راسك بصدق وتقول هذا هو انا، او لا هذه هي انا، بدون شروط، بلا ما تبقى تربط قيمتك بشي حاجه خاصها تكون كامله. المهم تبقى تحرر شويه بشويه من دوك الافكار اللي شي مرات كتكون قاصحه عليك وكتخلي بلاصتها لواحد النظره اكثر تفاهم واكثر وعي. كاين واحد الاحساس كنعيشوه بزاف ولكن قليل اللي كيهضر عليه، احساس انك ماشي كافي. كتكون كدير اللي عليك، كتحاول، كتعب، ولكن في الداخل ديالك كاين واحد الصوت صغير كيقول لك خاصك تكون احسن من هكا. وهذه صراحه ممكن يوقع فيها اي واحد. كاين اللي كيقارن راسو بالاخرين، كاين اللي ما عاجبوش شكله، اللي ما عاجبهش شخصيته، كاين اللي ما عاجبهش الطريق اللي هو دايز منها. المهم شي حاجه ما عاجبهش، ما حدك باقا شي حاجه ما عاجبكش في راسك راك ما متقبلهاش، وكيبدا يقلب على الحل. وكيبان ليه الحل هو انه خصو يبدل راسو، وكيدخل في واحد الدوامه. انا ما متقبلش راسي، كنحاول باش نتقبلها، ماشي كنحاول نتقبلها، كنحاول نبدلها. اما كنت كنحاول نتقبلها راه هذا هو الاوبجيكتيف ديالنا، هذا هو الهدف. لا، انا كنحاول نبدلها، نبدل راسي، نبدل شكلي، نبدل شخصيتي. ندخلوا في داك ليكزامبل ديال الغراب اللي كيبغي يقلد مشيه الحمامه وكينسى حتى المشيه ديالو، سي نفس الحاجه. ولكن علاش ما عمري وقفت مع راسي وسولتها علاش انا قاصح مع راسي حتى لهاد الدرجه؟ علاش ماشي مشكل الناس يغلطوا كنسامح ليهم وانا ما نسامحش لراسي؟ وزيد عليها حاجه اخرى، اننا تعودنا نقيسوا راسنا بمعايير ماشي ديالنا. شاده واحد الميزان ما جايش معايا، كنشوف الناس وكنقارن، كنحسوا اننا خاصنا نكونوا بحالهم. ولكن الحقيقه راه كل واحد عنده طريق مختلف، عنده وتيره خاصه به، والمقارنه تتخلينا نساو القيمه الحقيقيه ديالنا. تقبل الذات ماشي كلمه سهله وماشي احساس كيجي في نهار واحد. انا راه ما عنديش العصا السحريه غادي نخدم ديك لا باغيت ماجيك وغنرجع كما بغيت انا، بالنسخه اللي بغيت انا. حتى حاجه في الدنيا ما كتجي بالسهل. تقبل الذات رحله فيها بزاف ديال الصراحه. اول حاجه نبدا بها نتقبل الشخصيه ديالي بنقاط القوه ديالها ونقاط الضعف. ما معناه؟ غادي نجلس مع راساتي ونقول انا مزيانه في هذه، كنعرف ندير هذه، كنصايب هذه مزيان، هذا الشيء معطي ليا هذه، ونبقى كندير ان طابلو ديال لي كاليتي اللي فيا. مزيان، هادو زوينين، غنعززهم ونزيد نقويهم باش يكونوا احسن. وفي لا كونتر بارتي الجهه الاخرى نقاط الضعف. هنا فين كاينه الخدمه. انا ناقصه في هذه وناقصه في هذه وناقصه في هذه. هادشي ما غاديش يقلل مني، بالعكس هادشي هو اللي غيزيد بيا القدام. الا جلست مع راسي وقلت انا صراحه عندي حس ديال التنظيم ناقص، نمشي نتعلم، نقلب على لي زاستوس الحيل اللي غيخليوني نولي واحد الانسانه منظمه. انا مثلا واحد الانسانه كنفيق معطله، نحاول نخدم على هادشي، مثلا نعس بكري. المهم غادي نشد نقاط الضعف ديالي وندير لهم لونتيدوت ديالهم.
يعني الحاجه المقابله ديالهم، العكس ديالهم. حيت شي مرات كنكونوا دايرين مجهود كبير باش نبدلوا راسنا، وكنساو ان الاصل هو بعدا نفهم راسي ونتقبلها. تقبل الذات هو انك غتقول لراسك انا ماشي بارفي، انا ماشي مثالي، ولكن انا نستاهل حتى انا نكون مرتاح، ما يكونوش عندي صراعات داخليه ما عالم بها حتى شي حد من غيري. انا بوحدي اللي كان داكشي كيطلع ويهبط عندي. يقدر شي واحد يقول لك غير شحال ساعه تشعل معاه، راه ما عارفش هو واحد الحرب نايضه عندك لداخل. اذا نوقف شي شويه، نراعي لراسي، نهضر مع راسي بشويه، ماشي غير مني نكون راضيه على نفسي ودرت هاد الحاجه مزيان، ولكن حتى مني كنغلط عادي، كلنا كنغلطوا. مادام غلطتي يعني راك تتحاول، حيت في الحقيقه راه ما كاين حتى شي واحد كامل، ولكن الفرق هو كيفاش انا كنهضر مع راسي. واش كنزيد نكمل عليها، هي راه فيها اللي كافيها، وانا نزيد كنجلد في راسي جلد الذات، اولا نوقف مع راسي، كنوقف معاها، وما حدي وقفت مع راسي هي غتعطيني، ما حدي انا كنت زوين مع راسي راه الامور غتبدا تقاد. يمكن اول خطوه ماشي هي غنجي بين ليله وضحاها غنبدل راسي، لا كما قلنا غير نتقبل. التقبل هو الاساس، نتقبل انني راه دزت من بزاف د الحوايج وتعلمت فيهم بزاف وباقي كنتعلم. هنا غادي يتسرب داك الاحساس بالامان لراسي، حيت فاش كتحس بالامان كتقدر تبدل بطريقه طبيعيه. داكشي كيجي او فور يا ميزور، بشويه بشويه بلا ضغط. وكاين واحد الجانب اخر مهم، حنا عارفين باللي حتى شي واحد ما تزاد كامل في هاد الدنيا، وعارفين ايضا باللي خاصنا نعتنيو براسنا. مثلا حنا راه ولينا كنعرفوا دابا بلي خصنا ناكلوا مزيان، خصنا نرتاحوا، خصنا نديروا الرياضه، نتهلاو في راسنا، نقصوا السكر، نقصوا هادي. دونك حنا الحمد لله بفضل هذا التطور اللي غادا به الحياه، الانسان ولا كيوعى، ولا كيفهم انه خصو يدير مجهودات باش يحافظ على صحته ويحافظ على راسو. ولكن فينا هي الصحه النفسيه والعقليه من هادشي كامل؟ واش فعلا كما كنتهلاو في وليداتنا وكنتهلاو في راسنا ونتهلاو في ماكلتنا، واش كتهلا بالنفسيه، كتهلا في النفسيه ديالك والعقليه ديالك؟ بغيت نشارك معكم واحد الفكره صراحه ملي عرفتها وهي بدلات فيا شي امور. ايموشن، واحد الكلمه بالانجليزيه الا ركزنا فيها غنفهموا شي حوايج. كلمه ايموشن فيها كلمه موشن، وهنا كاين واحد المعنى عميق. الاحساس ديالك ماشي غير كتحس به وصافي، موشن هي الحركه. اذا الاحساس ديالك راه هو اللي كيحركك، هو اللي كياخذ القرارات بلاصتك، هو اللي كيوجه الطريق ديالك، ونقدروا نقولوا شي مرات هو اللي كيبني الحياه ديالك كامله. مثلا الا انت حاسه بالخوف غادي تهربي، غادي تراجعي، هانتي ممكن تضيعي لك فرص. ولكن الا كنتي حاسه بالثقه غادي تجربي، غتغامري، غتقدمي وغتاخدي نتائج. والا كنتي حاسه بالحزن مثلا، راه حتى الحزن غادي يحركك، ولكن غيحركك بطريقه سلبيه، غادي تنعزلي. ولو دخلتي في العزله ممكن راه حنا غاديين في الخسران. وإلا فهمتي هذا الحزن ممكن يبدا هو بدايه ديال التغيير. المشكل هنا ماشي في الاحساس، المشكل هو اننا ما كنعرفوش كيفاش نتعاملوا معه. اول حاجه كنحاولوا نديرو هي كنهربوا. لا ما خصنيش نحس هكا، بالعكس خصني نكون قويه، خصني نكون ايجابيه، خصني نكون دائما ايجابيه. راه هاد الحمله وهاد كيفاش غادي نقول، هاد الموجه ديال التفكير الايجابي اللي جات، راه بزاف الناس فاهمينها بطريقه غلطه. راه لو فيت انني نكون ايجابيه راه ما كتعنيش ديما غتكون عندي لا فيون غوز، دائما انا غادي نكون فرحانه، دائما عندي داكشي اللي بغيت، دائما كنحقق اهدافي. نو با دو تو، بالعكس غنكون ايجابيه كيعني انني غتوقع ليا مثلا، غيوقع ليا واحد المشكل غنتعامل معاه بايجابيه.
راه ماشي انا وقعت لي مصيبه وانا تنضحك، لا، ولكن غادي نركز وغنقول هذا الشيء وقع حيت هادي وهادي وهادي وهادي، ندوز نيشان نقلب على الحلول، ماشي ندخل في ديك الدوامه ديال الحزن والعزله والى غير ذلك. يعني حرفيا غادي يكون الاحساس ديالي هو المحرك. الاحساس ديال الحزن اللي غنحس به مثلا في ديك لا سيتوياسيون اللي وقعت ليا هو اللي غيحركني. دابا من هنا بدا كيبان لينا داك لو فيل كوندكتور اللي كيربط ليا الاحداث ديال هادشي كامل اللي قلنا. تقبل الذات كيبدا من هنا، انك كتعطي لراسك الحق انها تحس بلا ما نحكم عليك، بلا ما نجلدك، بلا ما نقارنك مع الاخرين. حيت فاش غنتقبل الاحساس ديالي غنولي واعي وقادر نختار واش نخليه يسوق ولا انا اللي نسوقو. يعني بعد ما الاحساس كان هو اللي كيحركني بلا وعي، كنولي انا اللي كنستعمل هذا الاحساس باش نتحرك بوعي، وهنا كيبدا التوازن. كما قلت لكم دائما وكنقولها ديما، تقبل الذات ماشي انك تكون مثالي وماشي تكون ديما مزيان، هو تقول انا انسان كنحس وهذا الاحساس عنده معنى وغادي نتعلم منه ماشي غنهرب منه. انا شخصيا عندي بزاف طرق كنهرب بها، والقراءه من الحوايج اللي كيخليوني كنهرب. ماشي دائما كنقرا شي حاجه اللي مفيده، شي مره كنقرا غير روايه اللي كتمشي بيا لواحد العالم خيالي، وشي مره كنقرا كتب اللي كيعطيو واحد القيمه اللي كيعاونوني انني نبدل الطريقه ديال التفكير ديالي، وشي مرات كاع كيخليوني نبدل الطريق كامله، كنكون كنت شاده واحد الطريق وكنبدلها. داكشي علاش غادي نعطيكم اسماء ديال 6 ديال الكتب صراحه مزيانين وغادي يقدروا يعاونوكم بزاف في هذه الرحله ديال تقبل الذات وتطوير النفس. غادي نخليهم لكم في صندوق الوصف. الى وصلتي حتى لهنا بغيت نسولك سؤال بسيط، واش كتعامل مع راسك بنفس اللطف اللي كتعامل به مع الناس؟ الا كان الجواب لا، اذا راه جا الوقت باش تبدل هادشي كامل. كتبوا لي في التعليقات ولا غير خليوه بينكم وبين راسكم، حيت هاد الرحله هذه صراحه كتبدا بخطوه بخطوه وكتكون واحد الرحله صادقه لانها كتبدا من الداخل. وكالعاده كنشكرك بزاف الا وصلتي حتى لهنا. موعدنا ان شاء الله في موضوع جديد في بودكاست جاي ان شاء الله. الى اللقاء.